السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على أفضل الخلق وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير دايما وعلى خير. بحبكم في الله. ما نحرمش منكم ولا من وجودكم في حياتي. النهارده بقى انا جات لكم روتين حلو قوي. ان شاء الله مش هتطلعي من الفيديو لما تكوني مستفادة مني وعندك طاقة إيجابية وعندك حماس كده. بحبكم في الله. بس يلا يا حلوة بقى كده، قبل ما نبدأ اليوم بتاعنا والروتين بتاعنا الحلو ده، إن كنت بتشوفي قناتي لأول مرة ما تنسيش الاشتراك فيها وتفعيل الجرس وتفعيل كلمة الكل عشان كل ما انزل فيديو يوصلك على طول. واللايك الحلو منكم ليا حلوين بيشجعني قوي، وانتوا مش بتحطوا لي لايك غير لما بقول لكم، فانتوا حطوا لي بقى اللايك كده، خليكم فاكرين. آه وما تنسوش تحطوا اللايك لميرو. بحبكم في الله. اول حاجه كده، انا قبل ما نبدا يومنا ده عايزاكم تدعوا لي كده ربنا يحوش عني ويشفيني، لان انا بجد باين على صوتي ان انا صوتي تعبان. انا كل لما اخف من دور البرد بيرجع لي تاني، مش عارفه بقى والله ده من ايه. بس انا يعني انا بقول ده مني، بقوم بدري قوي والجو بيبقى برد قوي الصبح ده، فده طبيعي يعني، ده حاجه طبيعيه، بس والله الدور مش راضي يسيبني خالص. الحمد لله، ربنا يشفيني يا رب. النهارده بقى ايه؟ بدأت يومي كده طبعا، ده زي ما انت شفتوا في اول الفيديو. كان ده بدري قوي، كنت مشيت بقى عبودة ومحمد وكوكي، اللي راح بقى مدرسته واللي راح الدروس، وكان الجو لسه بدري كده. حبيت اجيب لكم اللقطة اللي انتوا شفتها في الاول دي، الارض كده والاراضي والمنظر الجميل اللي انتوا بتحبوه. دخلت بقى كده، كان ده طبعا بدري، طبعا اهم حاجة القومان بدري ده، نخلص شغلنا بدري يبقى احنا فوقنا بدري ويومنا معانا طويل، ونعرف نعمل في يومنا كل حاجة احنا محتاجينها. تمام. طبعا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. دخلت كنت شايفين انتوا منظر المطبخ. بصوا انا والله ببقى يعني ايه مروقه المطبخ من بالليل، يعني ببقى بالليل كده صابح تاني يوم نضيف ومفيهوش اي حاجه. بس مش عارفه بجد هو بيجيله المواعين دي منين. بس ده طبيعي يعني، البيت فيه أولاد وفيه يعني بشر، ده طبيعي. الحمد لله، ربنا يعيننا جميعا يا رب. آه دخلت بقى على المواعين. بدأنا طبعا بالمواعين بقى زي ما انت شايفينها كده، قلت اما اخدت على السريع، هما ما كانوش كتير قوي، قلت بقى على السريع كده، لان طول ما المطبخ نضيف اعرف اشتغل واعرف اشوف روتين يومي. طول ما المطبخ مكركب ما اعرفش ابدأ بأي حاجة قبل المطبخ. بحب اشوفه نضيف كده قدامي، تبقى راحة نفسية طبعا وطاقة ايجابية كده. غسلت المواعين. وهنا بقى بصوا يا حلوين، عايزاكم بقى تشجعوا كده وتبقوا شاطرين وتبقوا حلوين كده، تشوفوا ميرو كده تشجعوا. انا عارفه ان انتوا كلكم ستات بيوت شاطرين، ويعني ايه امارات واشطر مني كمان. بس يعني بنستفيد من بعض. فانا عايزاكي بقى يا قمر كده تشجعي وتقومي كده ونستعين بالله. والله يا بنات انا بقول لكم انا يعني الحمد لله، بس تعبانه خالص، الدور البرد زي ما بقول لكم تعبني، فانا لما بلاقي نفسي كده بقوم واخده لها حبايه مسكن، حبيت مسكن ومستعينه بالله. اهم حاجه الاستعانه بالله، نستعين بالله ربنا بيعيننا و... وبيدينا طاقه ايجابيه كده، بيدينا طاقة إيجابية إن احنا نكمل يومنا ونشوف بقية اليوم الجميل ده. بصوا بقى، أنا يوم النهاردة هيبقى فيه طويل قوي، يعني أنا يومي طويل في أفكار حلوة قوي، في حاجات حلوة هتستفيدوا منها. وهنغبس طبعا، هيبقى تحت إشراف والدتي، ربنا يديها الصحة يا رب. يعني بصوا اليوم معايا في أفكار حلوة، ويوم طويل مش قصير خالص. فعايزاكم تكملوا معايا الفيديو للآخر، وإن شاء الله هتطلعي مستفادة مني. بحبكم في الله وبحب كلامكم قوي، ما نحرمش منكم يا حلوين. أول حاجة لميت بقى المواعين كده زي ما انت شفت، قلت اما اخلص بدري بما ان اليوم فيه خبيز، لا ما كسلش بقى كده واقوم على المواعين على طول اخلصها. وهبدأ دلوقتي العجين على طول، لان طبعا يوم الخبيز ده بيبقى يوم طويل قوي. فانا ايه بحب ان انا اخلص فيه بدري عشان يعني ما اضغطش نفسي. طبعا الخبيث ده بيبقى يوم طويل وانا لوحدي، يعني مش حدش معايا، مفيش غير انا وماما بتيجي تخبز معايا يعني، فطبعا لازما ايه آه،
اخلص بدري عشان ابقى رايقة كده. غسلت الحوض نضفته. اهم حاجة ايه الحوض ده بجد، انا لازما كل يوم بغسله كده مرة او اتنين بجد. اهم حاجة ان هو ينغسل كويس عشان اي ريحة زفرة، لان لما بفضل على الرخامة مية بتعمل ريحة زفرة يا بنات، فاحنا نغسله دايما على طول. لازم أنا اشوف فيه اللمعة الجميلة اللي انتوا شايفينها دي. بحب حبايبي كلك اللي من داخل مصر وخارج مصر. اللهم صل على سيدنا محمد، بحبكم في الله وبحب كلامكم. آه لكل اخ واخت بحبكم في الله، ما نحرمش منكم ابدا. بحب كلامكم والله حبايبي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. خلصت هنا بقى، جيت على البوتاجاز بتاعي على طول. هو كان نصه نضيف والنص التاني مش نضيف. يعني الناحية اللي انا بعمل عليها هي اللي نضيفة والناحية التانية لا. قلت بردك اغسله على السريح كده. مش عارفة ليه يا بنات انا عندي العيون بتاعت البوتاجاز بتاعتي دي. يعني انا لسه جايباهم قريب. يعني اللي عنده معلومة يا ريت يفيدني ويقول لي. انا لسه جايبة العيون اللي هي العيون بتاعت البوتاجاز دي قريب. ومش عارفة ليه بلاقيها بتصدي. على طول الاقيها بتصدي كده، برغم ان انا بغسلهم يعني ومش عليهم دهون ولا اي حاجة. بغسلهم على طول ومنضفاهم، ومش بسيب عليهم مية، بنشفهم على طول بالفوطة. يعني لما بغسلهم بالمية بنشفهم بالفوطة، مش بسيب عليهم مية خالص. طب ده هل من ايه بقى؟ يعني بيصدوا من ايه؟ يمكن تكون نوعية مش كويسة مثلا ولا حاجة. دي اللي انا يعني ده اللي انا بخمنه، ان انا بقول مثلا دي مش نوعية كويسة مثلا من الحديد او النحاس، او مش عارفة بصراحة. بس هي النوعية ديت حديد، يعني النوعية بتاعت البوتاجاز اللي عندي دي حديد. فزي ما قلت لكم انا مش عارفة بقى ده اسم النوع يعني حديد ولا ايه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. بالله عليكم يا بنات، يعني اللي عارف يعني يرد عليا معلش. رد عليا في التعليقات وقولوا لي. وبعدين انا بحب كلامكم قوي، يعني مهما اي كلام بتقولوه لي بحبه. وبحبكم تعلقوا لي يعني، وبحب ارائكم في كل حاجه. فادوني ارائكم كده. وانا طبعا مش بسيب حد إلا لما برد عليه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. راح بقى فل شمعة كده يا سلام، بقى شكله جميل قوي ونضيف كده. مبقاش حابة ان انا اعمل عليه اي حاجة من كتر ما هو نضيف وحلو. آه خلاص بقى لمعته ونشفته. غسلت الحمالات بتاعته بردك، اللي هي حمالات البوتاجاز دي. وخلاص هسيبه. بسم الله. هنا بقى قلت اما اولع على اللبن. آه اللبن كان عندي في الفريزر، هو كان فك بس كان ساقع. طبعا اللبن ده اللي انا هعمل بيه العجين يا بنات. شايفين هو كان في الفريزر في الكيس، طلعته فك كده. فانا مش هينفع ان انا اعجن بيه الا لما يكون دافي معايا. من اللي بيحب بقى يولع بالكبريت زي انا بحب الكبريت قوي يا بنات، والله بحبه وبحب ريحته. يعني انا عندي الولاعه كده. بس بحب الكبريت وبحب اولع بيه وبحب ريحته في الولع. مش عارفه ليه. يا ترى في حد شكلي ولا انا اللي كده لوحدي؟ حاجات كده بسيطه كده بس يعني انا بحبها سبحان الله. خلاص بقى هنا ايه، حطيت اللبن. عايزاه بس يسخن معايا حاجات بسيطه، مش عايزاه يعني يفك قوي. انا عايزاه بس يسخن حاجات بسيطه كده. حطيته على النار، على نار هاديه. طبعا قبل ما ابدا اي حاجه فطرت يا بنات، لان انا كان يومي طويل. فانا فطرت، وطبعا انا مش باكل ولا بتغدى الا لما اكون مخلصه يومي كله. وساعات بيبقى غدايا بيبقى المغرب او بعد المغرب. يعني انا بعمل غدايا بدري بدري. بس لما باجي اتغدى يعني طول اليوم بقى اسمني ولادي مبقوش موجودين. ومبقاش حد موجود معايا، فانا ما مش برضى اكل الا لما يجوا يكونوا معايا. خلاص بقى خلصت، مسحت الرخام ونضفت الدنيا، وجيت بقى هنا على العجين معايا. جبت الملح. حطيت شوية من الملح. وجبت معايا خميرة اللي هي العجينة دي. بلاش خميرة فورية يا بنات. لو مش متوفر يبقى تحطي كيسين خميرة من اللي هي الفورية. اللي هي الحبيبات دي. كان معايا 2 كيلو من اللبن. اي نوع لبن عندك بتفضليه، جاموسي او بقري اللي تفضليه يعني. آه نزلت على طول باللبن والخميرة. ببدأ ان انا ادوب الخميرة مع اللبن مع الملح، لازم أنا ادوبهم كويس اوي مع بعض. وافكهم كده. وده الدقيق بتاعي.
انت انا يا بنات اسمني، انا معايا هنا في الارياف عندنا الدقيق، بنعمل الدقيق من السنه للسنه، او عندنا كميه دقيق كبيره. لو انت ما عندكيش كده يبقى انت النوع اللي انت تفضليه حطيه. طبعا انا هعمل دلوقتي رقاق، فانا بعمل العلامه اللي هي البيضه، حاجه بتبقى زي الفينو كده، بس طبعا ده منه عندنا في البيت، فهو مش فينو، هو اسمه العلامه. ده الدقيق بتاعي حطيته. بصوا انا بقى مش وزن الدقيق، انا عامله شويه كده، حللتهم كويس ونزلت عليهم في اللبن. طبعا ما نزلتش باللبن كله، نزلت شويه بشويه، ولما بحتاج لبن بنزل تاني لحد ما احس ان العجينه في ايديا بقت كويسه وما عادتش محتاجه مع لبن معايا، يبقى خلاص كده بقت كويسه. طب انا يا ميرو بعرف ان العجينه بقت كويسه معايا ازاي بقى؟ خلاص انتوا شايفين انا ماشيه معاكم واحده واحده اهوت عشان تشوفوها. بيبدأ العجين يطلع من ايدك، شايفين ايديا العجين كان ماسك فيها، دلوقتي ما عادش ايدي ما عادش فيها عجين خالص، حاجات بسيطه. يبقى خلاص كده العجينه معايا مظبوطه ومش محتاجه خالص لبن بقى تاني. هنا معايا البرطمان السمنه بتاعي، اي نوع سمنه تفضليه، بس انا عن نفسي بفضل يا اما كريستال يا اما روابي. نزلت بكمية حوالي كوبايتين من السمنة، ما سيحتهمش على النار خالص، حطيتها يا دوبك مباشر كده على العجين من البرطمان السمنة. وبدأت بقى ان انا قلت. اهم حاجة بقى واهم مرحلة، مرحلة اللت يا بنات، اهم حاجة اللت كويس، ونوديه شمال ويمين كده كله ببعضه كويس، عشان ما يبقاش مفتح معانا، والعجينة ما تبقاش مفتحة. مفتحة ازاي يعني؟ ايه لما تيجي تقرصيها كده تحس ان هي مش مظبوطة معاكي. شايفين انا كل ما بلت اكتر كل ما بتحس ان هي بتفتح كده وتبقى شكلها حلو ولونها حلو كده. خلصت بقى وخلصت على طول. ببدأ ان انا اقرص على طول، مش بسيبه يرتاح خالص. ليه مش بتسيبيه يرتاح يا مير؟ لان انا حاطه له خميره كتير، فانا هيرتاح معايا على الصينيه. زي ما انتم شايفين انا حاطه الخميره كتير، فهو هياخد راحته على الصينيه معايا على التقريص. جبت الصينية بتاعتي وعندي ملاية كده مخصصاها للحاجات دي، يعني للعجين وللقرص والحاجات دي. بدأت ان انا ايه بقى، ان انا اقرص، اعمل ايه اعمل كده ايه قروصة صغيرة كده، اعملها قد البيضة، او يعني حسب الحجم اللي انت تحبيه. لان انا طبعا بعمل في الفرن بتاعي، والفرن مش كبير قوي، فانا بعمله صغنون كده، بحب القروصة تبقى صغنونة. وهنا بقى كانت مكة معايا، ربنا يبارك فيها، كانت مشرفاني ومنوراني، وكانت ايدها بايديا. في مثل بيقول لكم ايه، يا مخلفه البنات يا ايه، لا مش مخلفه البنات، يا من جابت بناتها الاول سعد زمانها. يعني اللي تبقى خلفتها الاول بنات بيتسعد زمانها. يعني ايه معنى الكلمه دي؟ يعني هي بتساعدها بتساعدها بقى في كل حاجه، وتبقى ايديها بايديها كده. فهي طبعا مكة طبعا مش اول مش اول خلفتي، ده هي اخر العنقود خالص. ربنا يبارك فيها، بس هي حابة ان هي تحط ايديها معايا في كل حاجة بعملها، وانا مش برضه ازعلها خالص. ربنا يبارك فيهم يا رب ويهديهم. هنا خلصت، عملت الصينية دي بس كده، وكم قروصة فوق على الصينية كمان كده بس. هنا بقى جهزت، وده كان الفرن بتاعي. خلاص ماما بقى كانت جات، وخلاص بقى ان انا هبدأ ان انا نخبز على طول، عشان ما نتأخرش، لان خلاص كان الظهر أذن، وكانت الساعة داخلة على 2، وكان في بقى توضيب غدا والحاجات دي، فأنا قلت إيه نخلص بسرعة. وما شاء الله طلعوا شوية رقاق زي العسل من إيد أمي، ربنا يديها الصحة يا رب ويطول في عمرها. كنست الفرن كويس، وأهم حاجة كنس الفرن ونمسحه. هنا بجيب كيس بلاستيك أحط فيه شوية من المية ونمسحه على طول الفرن كده. أهم حاجة مسحان الفرن يا بنات، عشان ما يبقاش فيه أي حاجة، ويبقى قعر الرقاق معانا كده، من قعره من تحت يبقى نضيف وأبيض ونضيف وحلو كده. هنا بقى خلاص بدأت إن أنا أشتغل. وهنا مكة بقى كانت ما شاء الله برضك ايديها في ايديا، وختمت بيها بالضرب. ضربتني، هي اللي ضربتني مش انا اللي ضربتها. زعلت مني، عايزة تاخد اللي هي الفرارة دي او البطاطا دي، عايزة تاخدها تعمل بيها. يا مكة سيبيني اعمل، لان طبعا ما فيش غير انا بس، انا وماما اللي بنعمل. فالفرن عايز حد سريع، يعني عايز سرعة، عشان طبعا الفرن شغال. فعايز سرعة، وهي بقى ايه منحية، بتحب تتحشر كده في كل حاجة، عايزة تعمل تحط ايديها في كل حاجة. ربنا يهديها يا رب ويهدي لنا ولادنا جميعا. شايفين بقى كانت زعلانة هنا ازاي.
هنا انا بقى شغالة على طول بدل امي. طبعا الفرن اللي هو الغاز ده بيبقى عايز سرعة شوية، مش فاضية خالص ان انا اخد اصلحها. لا بس انا والله صلحتها، بس هي ما كانتش هتتصالح، اعمل فيها ايه بس. ربنا يهديها يا رب ويهدي الولاد كلهم. طريقة الرقاق دي يا بنات جميلة قوي، الطريقة دي تحفة، ولو حابة تعمليه مدور مش لازم تعمليه على المكنة كده بيبقى جميل قوي. بس انا طبعا ما عنديش وقت ان انا اعمله مدور، ومش وقت كمان. مكة مش هتساعدني، مش بتسيبني خالص والله، مش بتسيبني. وبعدين المدور ده بيبقى عايز حد معاكي كمان يعني يلفه كده، وانا مش بعرف خالص ان انا الفه واعمله مدور. فاللي انا بستسهل بقى واقوم عاملاه على المكنة. بيبقى جميل برضك وبيبقى طري وتحفة. هوريهولكم برضك لما اخلص. فالطريقة دي ممتازة، يعني لو حابة تعملي بالطريقة دي طريقة ممتازة أوي والله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبالنسبة يا حبايبي اللي بتقولي هو انت منهدة نفسك ليه وبتعملي ليه، ده الناس بتجيب عيش الطابونة بتاكله وبتشتري الحاجات دي. انا ماشية يا حبيبتي على اصولي وعلى طبعي كطبع فلاحين وناس من الريف. انا هعيش عيشة مش عيشتي ليا قمر، ولا همشي عيشة، ولا همشي في حاجة انا مش قدها ليه. انا ماشية قد جوزي وعلى طبع جوزي وعلى عيشته، وربنا يعيننا يا رب على مسؤولية الحياة اللي احنا فيها، ولازم نتحمل مع العبء والحياة اللي احنا فيها، فلازم نتحمل ونعيش ونمشي ونحمد ربنا، لان في ناس غيرنا مش لاقي الحاجات دي. وبالنسبة اللي انت بتقولي لي اشتري واعملي، ما هو ما نتكسح والصحة تروح مننا، ما نبقاش نعمل ولا نخدم بيتنا ولا نشوف حياتنا. ما احنا طول ما ربنا مدينا الصحة نعمل ونشتغل، ومفيش اي حاجة بتاخد اي حاجة، دي بل دي صحتنا. ربنا يدينا الصحة يا رب ويطول في عمرنا جميعا، ونعمل لبيتنا وولادنا. وطبعا الحاجة اللي في بيتنا مش زي اللي بره. ده كان رد ليك يا حلوة. لا اله الا الله محمد رسول الله. خلصت، وده شكل الرقاق ما شاء الله جميل قوي وطري، شايفين؟ كان تحفة بجد. وطعمه بصوا تحفة كده، لان طبعا معاكي اللبن بالسمنة بقى مخليه ريحته وطعمه حاجة تانية. انا على طول بقى بمسكه افرزه في اكياس وبخليه معايا في الفريزر، بطلع منه بقى منين محتاج. هي الخبزة دي ممكن تقضيني مثلا 10 ايام او اسبوع، يعني حسب انا ايه استعمالي او حسب سحبي منه. هنا ما شاء الله شايفين لونه وجماله طري جدا. ببدأ بقى ان انا ايه امسحه كويس، بعمله له فوطة بقوم مسحاه كويس بيه بردك، عشان لو عليه دقيق ولا حاجة، واقوم مخزناه في اكياس بيضة زي ما انتوا شايفين كده، وعلى طول في الفريزر. منين بقى محتاج اطلع على طول منه. خلصته. وده كانت سمنة يا بنات، سمنة بلدي او زبدة اللي هي الفلاحي دي. انا كنت مصبعاها قبلها بساعة، يعني ما جاتش معاكم اللقطة دي. صبعتها وحطيتها كده، بعملها صوابع او كور كده حسب ما انا بحتاج، وحطيتها في الفريزر في الصينية، وكنت حاطة معاها مية ساقعة، عشان كده انتوا شايفينها عاملة تلج اهي. طبعا دي انا برميه التلج ده. انا باخد بس ايه السمنة وبحطها في العلبة دي واحطها في الفريزر معايا، اسحب منها بقى اسخن رز بقى، فقش بيض، احط على اي حاجة انا محتاجاها بحط منها. هنا بقى جيت على الفراخ بتاعتي، ما شاء الله انا طلعت هنا معايا فرخة من اللي هي البيضة دي. قطعت الصدر اتنين، يعني قطعت الربع من الصدر على اتنين، يعني الصدر 4 أرباع. قطعته 4 كده لأنه بيبقى كبير شوية، فأنا قطعته على 4، وخليت اللي هي الدبابيس على 2، يعني زي ما هي الدبوسة زي ما هي. تمام. خدتها بقى حمرتها في ايه يا ميرو، سمنة بقى زيت حسب ما انت بتحبي. انا بحمرها في سمنة، مش بناكل حاجة بزيت. حمرتها في سمنة على الني كده، وهي نية زي ما هي مش طيبة خالص. بصوا بقى انا هعمل ايه دلوقتي عشان نبقى عارفين يعني. ده معمر يا بنات، رز معمر بالفراخ، طعمه تحفة بجد. تمام. هنا غسلت كمية من الرز معايا، وجبت الصينية بتاعتي، بدأت ان انا ارص فيها الفراخ قطعة بقطعة كده. حطيت شوية من الرز في قعر الصينية، في قلبها كده فردتهم شوية صغيرين مش كتير. وبدأت ان انا ارص بقى معايا قطع الفراخ قطعة قطعة كده. اهم حاجه ان هي تترص كويس يا بنات. بصوا هي اللي ممكن نعملها كمان ببط وبفرق وبلحمه، اللحمه اللي هي الجزار دي ممكن نعملها، يعني الطريقه دي نعملها بدي وبدي، بس مش بتستوي الاستوى اللي انتي عايزاه.
أنا من النوعية اللي أنا باحب اللحوم عندي تكون مستوية أوي، أنا بنحبها طيبة أوي، تمام، فأنا بافضّل الفراخ فيها، أمّا لو عملت بَط أو لحمة من اللي هي الجزاري، باطيّبها الأول في شوربة، تمام، وبعدين أشيلها أعمل فيها نفس الطريقة كده، بامشّي بنفس الخطوات برضك، بس الفرق إن أنا باطيّبها نُص سِوَى أو تلات أرباع سِوَى في الشوربة. هنا حطيت الرز بتاعي وكنت كمّلت، كنت محتاجة لسه رز، فغسلت رز تاني وحطيته عشان لازمًا أغطّي معايا اللحمة بتاعتي أو الفراخ بالرز، وحطيت فلفل أسمر كتير يا بنات، بيحب الفلفل الأسمر كتير لإن عشان عايزين الرز يبقى أحمر معانا، بيحمّره. حطيت اللبن، اللقطة دي ما جاتش معاكم، أنا كنت مفكّرة إن الكاميرا بتصوّر بس اتضح لي إن هي ما كانتش بتصوّر خالص. حطيت اللبن بتاعي كان حوالي كيلو وربع من اللبن، حطيته كلّه ما شاء الله، واحتجت شوية تاني من المَيّة، حطيت شوية مَيّة عادي ما فيهاش أي مشاكل، زي ما أنتم شُفتوا كده حطيتها بالمعلقة عشان ما تخرّمش معايا الرز معايا ويعمل فتحة كده، بالمعلقة نفضّي على المعلقة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أمّا يبقى باين منِّك قطع من اللحمة كده أو قطع من الفراخ عادي خالص هتستوي وتبقى كويسة إن شاء الله، الرز هيسويها. هنا بقت يا بنات الوصفة دي بتحب النار العالية، تمام، حطيتها هنا بقى في الفرن، علّيت النار من فوق ومن تحت زي ما أنتم شايفين كده، خَد معايا اللون الجميل ده وبمجرد ما يبدأ يغلي باهدّي النار عشان ما يفورش معانا واللبن ينزل كلّه، أبدأ إن أنا أهدّي النار من تحت وأسيبه يغلي بقى براحته. خلاص ادّاني اللون الجميل القمر ده، خَد قد إيه يا ميرو في الفرن؟ أنا مش هاقول لِك هو خَد قد إيه، لإن ده حسب ولعتِك أنتِ، هو ممكن يكون خَد معايا ساعة ونُص، أنتِ ممكن يكون خَد معاكِ ساعة، حسب السِوَى بتاعِك وحسب الكمية اللي أنتِ عاملاها، لإن أنا هنا ما شاء الله عاملة كمية صينية حلوة يعني، إحنا إن شاء الله هنقعد ناكل فيها يومين. هنا بقى كنت باشوف الفراخ معايا استوت، شايفين؟ بمجرد ما باحط بس المعلقة كده استوت خالص وراحت فُلّة جميلة. ولو لقينا الرز يا بنات طري شوية نحط عادي شوية من المَيّة أو شوية من اللبن. هنا جبت بقى 5 صوابع زبدة زي ما أنتم شايفينهم كده، بابدأ إن أنا أحطهم على الوش، بابدأ إن أنا أحطهم وأبدأ إن أنا أغطي وهاحطها تاني في الفرن، بس طبعًا هي خدت اللون من فوق يبقى أنا مش هاحتاج النار شغالة من فوق، في الفرن من فوق، يبقى أنا هاطفي الشواريق بتاعة الفرن وهاسيب الفرن شغال بس من تحت على نار متوسطة، ولا هي هادية أوي ولا هي عالية أوي. وزي ما قُلت لكم لقيتوا الرز طري فعادي أمّا تزودوه شوية مَيّة أو شوية لبن من عندكم، حاجات بسيطة بس كده عشان يستوي معانا ويطلع يدّينا النتيجة اللي إحنا محتاجينها. خلاص بقى كده غطّيت عليه وهاسيبه بقى مع نَفْسه، السمنة تفُك بقى تنزل كلّها على الرز بالفراخ كده، وطعمه بقى يا سلام! أنتم بمجرّد ما بتحطّوا بس كده السمنة وتحطّوه في الفرن على الصينية كده، بتشمّوا ريحته على بُعد كيلو بجد من كتر جماله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، خلاص بقى كان استوى وخلاص بقى هنتغدى. كنت باشوفه معاكم برضك كانت السمنة خلاص فكِّت معايا زي ما أنتم شايفينها كده، و وهنا كنت باشوف الفراخ معايا برضك، وهنا كنت باشوف الرز، هنا الرز كان مستوي خالص وكان مفلفل كده وجميل وقمر وطعمه تحفة بجد، الطريقة دي حلوة أوي يا بنات جربوها وهتعجبكم، وهتضبط معاكم إن شاء الله من أول مرة. بُصّوا بقى، شايفين بقى الجمال دي واللحظة دي؟ أنا عايزاكم بقى في اللحظة دي تعذروني، لإن أنا بجد في اللحظة دي نسيت، أنا قعدت آكل معاكم ونسيت خالص، لإن أنا بجد كنت من الصبح انطحنت شغل وما كنتش كلت، فكنت جعانة فما صدقت إن الغدا اتحط فقعدت كلت، تمام، فأنتم بقى اعذروني بقى معلش، أنا كلت قدّامكم كتير بس معلش. الفراخ كانت مستوية جدًا، كان طعمها تحفة، والرز مفلفل وطعمه جميل أوي، وطبعًا جِبت بقى شوية جرجير وبصل وحاجات من الحلوة دي، الخضار بقى الجرجير ده من اللي أنا زارعاه طبعًا، شايفين جماله؟ يا رب يا حبايبي تكونوا استفدتوا منّي وتكونوا اتشجعتوا كده وتكونوا كمّلتوا معايا الفيديو للآخر، عشان تشوفوا الحلويات والحاجات الجميلة دي، بجد الفيديو النهارده كان جميل أوي وكُلّه حاجات حلوة، وإن شاء الله هتستفيدي وإن شاء الله هتتشجعي وهتتعلمي،
كلنا بنتعلم من بعض يا بنات. كلنا قدوة لبعضنا. ربنا يعيننا جميعا يا رب. وخلاص بقى اتغديت وشبعت، وقلت بقى اما اعمل لي كوباية شاي اروق على نفسي بيها، عشان خلاص كنت فصلت بجد. ربنا يعيننا جميعا يا رب، اللهم امين. بحبكم في الله حبايبي، ما نحرمش منكم ولا من وجودكم في حياتي. ربنا يجعلكم نعمة دائما يا رب في حياتي كده. انتوا بجد اخواتي واهلي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. كوباية الشاي بتاعت اخر اليوم دي بجد بتظبط الدنيا. يعني بتظبط الدماغ كده وبتعمل روقان. فما بستغناش عنها. ما تنسونيش من دعواتكم يا حلوين، ولكم بالمثل إن شاء الله. كل اللي يقول لي كلمة تكبر خاطري لك بالمثل إن شاء الله. ربنا يقعده لكم يا رب دائما وأبدا. يكون يومي خلص وروتيني خلص يا رب. يكون كان روتين خفيف عليكم، وأكون عجبتكم كده واستفدتوا مني، وأسيبكم في رعاية الله يا حلوين. مع السلامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.